عارف صاحبك اللي دايما بيروح معاك الجيم وبيشجعك انك تعمل الدايت، او حتى صاحبك اللي كان قاعد معاك في دكة واحدة في المدرسة او في الجامعة، ممكن تكتشف في كل ده ان هو كان مجرد معرفة وبس. بس انا في الفيديو ده بقى مش هسيبك غير لما تعرف اهم الحاجات اللي تخليك فعلا تعرف الصاحب ده يستحق يكون اخ ولا لأ، ولا مجرد اللي هو معرفة وخلاص. بس وعدني انك هتكمل معايا بقى الفيديو ده للاخر. اول حاجة هتلاقيه دايما ان هو بيشجعك انك تقرب من ربنا، لان دي اصلا من اهم الحاجات اللي هتحللك مشاكلك وهتساعدك انها توصلك لطريق النجاح. النقطة التانية بقى ان هو دايما بيقف معاك في المرة قبل الحلوة، ولو صادف ان هو موقفش معاك في المرة قبل الحلوة ودايما بيعرفك السبب ايه هو للظروف بقى منعته شغلته، فده فعلا دي من اهم الحاجات هتعرفك فعلا ان هو صاحب كويس. تالت حاجة بقى دي بقى مهمة جدا جدا جدا، اهم من النقطة التانية، ان مهما حصل اي خلاف ومشاكل بينكم، مشاكل بقى صغيرة او مشاكل كبيرة، فتأكد دايما ان هو عمره ما كان بيشوه صورتك او سمعتك قصاد زمايله، وبالاخص كمان لو اي حد كان قريب منه. اخر حاجة بقى ودي تعتبر مهمة، بيدعمك دايما وواقف في ظهرك وبيشجعك انك توصل لاهدافك، سواء كان هو اصلا في نفس المجال بتاعك او في مجال تاني، ودايما بيحب لك وبيتمنى لك الخير فعلا من قلبه. فكل الحاجات دي لو اتجمعت فيه اتأكد ان هو الصاحب الحقيقي واخ ليك. ودول بقى كانوا فعلا ابسط 4 حاجات من خلال المواقف والحاجات اللي انا عشتهم. سلام.